السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. طبعا جايين لكم فيديو جديد، فيديو مختلف خالص، حاجة جميلة في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. اللهم بارك على النظافة والرغاوي. احبكم في الله جدا جدا. طبعا هنعمل النهارده ان شاء الله الصابون السائل بقشر اليوسف اللي هو قشر الاستفندي او قشر برتقان عندك. ان شاء الله هنعمل بيه احسن صابون هتستخدميه وهتدعيلي على الوصفه دي. طبعا جبت القشر كده، طبعا لو في اي قشره بايظه اي حاجه من عينها خالص. وطبعا حطيت عليه ميه كده وهحطه على البوتاجاز يستوي معانا. بحبكم في الله جدا جدا، وبحب طبعا تعليقاتكم الجميله، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. طبعا كان استوى معايا زي ما انتم شايفين كده، حطيت عليه كوبايه من الميه زي ما قلنا اهو. اول ما بتمسكي كده بتلاقيه يتهري معاكي كده. هعمل لكم ان شاء الله طريقه صابون جميله جدا، وطبعا بعمله بطريقه تانية غير كده بقشر اليوسف اللي هو الني، بس انا عملته النهارده بمستوي، يعني هيعجبكم جدا. ضربته طبعا في الخلاط بعد ما برد زي ما شفتوا، وهصفيه في مصفى كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله. هقول لكم طبعا عن النتيجه في الاخر، واقول لكم رايي بصراحه، وانتوا عارفين ان انا معاكم يعني. الحمد لله، راعي ربنا، مش ان انا اعمل مشاهده وخلاص. لا والله هقول لكم بصراحه ربنا ايه الميزه فيه وايه عيوبه وكل حاجه فيه هقولها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. بس اهم حاجه اللي يوصل معانا لحد هنا يخليه كده معانا لاخر الفيديو، وما ينسناش طبعا باللايك والاشتراك. واللي اول مره يشوف قناتنا ينزل كده على طول يشترك عشان عيلتنا تكبر بيكم. وطبعا بحبكم في الله جدا جدا. صفته طبعا بالمصفى كانت واسعه شويه، فروحت بقى عدت عليه بالمصفى اللي هي الضيقه شويه. ده قشر اليوسف يا جماعه، بصوا ما شاء الله عامل زي العصير المانجا او عصير البرتقال، حاجه يعني ما شاء الله فريش. خلصت كده قشر اليوسف صفناه وجهزناه معانا. هبقول لكم كده المقادير. كان معايا 10 معالق من النشا، وطبعا معايا كوبايه من السكر، وملح ليمون وكربوناته، ومعايا طبعا البوتاص اللي هو الصودا الكاوية. طبعا احنا بنقول عليها عندنا بوتاص او صودا كاوية، يعني على حسب كل واحد ما بيقول. هي يعني الكل بيسمي، بس احنا كده. بتتجاب منين؟ بتتجاب طبعا من عند المستلزمات بتاع الصابون، او عطار يكون عنده اللي هي المستلزمات بتاعه الصابون والحاجات دي. خلاص. حطيت طبعا معانا زي ما شفتوا في اول الفيديو 3 ارتال من الميه، وحطيت 5 معالق نشا اهو. وحطينا طبعا القشر اليوسف اللي احنا ضربناه في الخلاط، سلقناه وضربناه. طبعا عمل معايا رتل ونص. يبقى احنا حطينا رتل ونص من قشر اليوسف، وحطينا 3 ارتال ميه، وحطينا عليهم 10 معالق من النشا. طبعا النشا فايدتها هتعمل لي ربط شويه للصابون معايا، هتربطه يبقى متماسك الصابون، ومش هيبقى سائل قوي بالشكل ده. وبقلب بقى زي ما انتم شايفين كده، كل مرحله بحط الحاجه بفضل اقلب كده لحد ما تدوب خالص معايا، يعني لحد ما النشا خالص ما تبانش كده معانا خالص. هننزل بالحاجه اللي بعدها. هنزل بقى بعديها بالبطاطس زي ما قلت، البطاطس او الصودا الكاوية احنا بنقول عليها. هنزل كده بيه بشوية مية. طبعا نخلي بالنا عشان هو بيبقى بصراحة يعني بيطلع سخونية جامدة، نبعده يعني عننا عن نفسنا اهم حاجة، وعن الاطفال. تبعديه خالص وتدوبيه كده، هو بيدوب بيبقى سخن جدا. بدوبه كده خالص في شوية مية صغيرين كده، وهنزل على طول على الصابون بتاعنا اللي احنا هنعمله ان شاء الله. طبعا هو مع السخونية هو بيدوب على طول، بس لازم ادوبه قبل ما احطه كده عشان يسهل معايا الموضوع. وطبعا تقليب مستمر يعني ما شاء الله. هو يعني كل ما تقلبي فيه كل ما النتيجة معاكي تبقى جميلة جدا وهايلة. هنزل كده زي ما شفتوا بالبطاطس اللي هي صودا الكاوية، او زي ما قلت البطاطس زي ما بتقولوا. هنزل بيها كده طبعا هي سخنة، مع النشا هتتقل معايا الصابون شوية. يعني نزلت بيها سخنة كده عشان تعمل رابط شوية مع في الصابون بتاعنا. هقلب بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله ابتدى يتقل معايا، هيتقل معايا بصراحة. كل ما يعني كل ما بتقلبي كل ما البوتاص بيتفاعل معاهم ومع المقادير بتاعتنا وبيتقل، ويعني بيبقى ما شاء الله الصابون جميل جدا. عايزه اقول لكم بقى ان قشر اليوسف وتحطي بقى معاه ليمون بيدي ريحه جميله جدا جدا. نزلت كده بالسكر.
طبعا دي كوباية من السكر، يعني بالظبط حوالي 10 معالق من السكر. عايزة اقول لكم ان السكر طبعا عارفين ان هو ما شاء الله بيعمل رغوة جامدة جدا في الصابون، وهو ما شاء الله بيخلي الرغوة بسم الله ما شاء الله هتشوفوها زي ما شفتها في اول فيديو كده، بيعزز الرغوة وبيخليها جميلة جدا. هقلب كده، كل ما بحط حاجة زي ما قلنا بنقلب لحد ما ننزل بالايه باللي بعدها. خلصت كده تقليب السكر بعد ما حطيناه، هنزل بقى ايه معايا هنا. طبعا دي يعتبر كأننا بالظبط زي الخميرة بالظبط، دي كأنها خميرة للصابون بالظبط. ده صابون طبعا تنقي نوع صابون يكون جودته عالية ويكون نضيف، عشان ايه يدي معاكي صابون يعني احلى واحلى. ده صابون بصراحة كده دول رتلين من الصابون فضيتهم عليهم كده. طبعا جبته نفس اللون اصفر، جبت لون اللي هو اللون البرتقاني كده على حسب ما بتحبيه، يعني اللون اللي انت بتحبيه، بس انا جبته عشان يعني يبقى ماشي معايا. هقلب برضو كده، كل ما بحط حاجة زي ما بقول بنقلب. الصابون اللي انا حطيته دوت يعني يعتبر زي اكنها خميرة بالظبط يا جماعة، ان هي برضو بتدي الصابون يعني جودة اعلى، وبتخليه كأنك بصراحة شارياه من بره. هقلب برضو بالشكل ده، وهننزل بقى بايه باخر حاجة معانا. طبعا يعني عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، انا والله بعمله من برضو بعمل الصابون ده بطريقه غير دي خالص. لو انتوا حابين طريقه غير دي اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نعملها مع بعض. ده بقى ايه؟ دي معلقه من الكربوناتو. خلاص دي معلقه من الكربوناتو حطيتها في شويه ميه كده في كوبايه، وهنحط معاها معلقه ملح ليمون. بصوا بقى الملح الليمون مع الكربوناتو بيتفاعلوا مع بعض ما شاء الله بيعملوا رغوه، اكيد كلنا عارفين. طبعا ملح الليمون والكربوناتو ما شاء الله غني عن التعريف، يعني حاجة بتنظف جدا جدا. فايدته ان هو بصراحة بينظف الغسيل، ويعني بينظف اي حاجة تحطيها، يعني الكربوناتو في اي حاجة بتحطيها بتنظف بصراحة. هو واللي بيعمل غوي زي ما نشوف كده وبيتفاعلوا مع بعض بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم يعني بينظف بصراحة. خلصت كده زي ما انتم شايفين، هقعد اقلب كده لحد ما ايه كل حاجة ايه تدوب في قلب بعضها كده. والصابون ايه بصوا ابتدى يرغي معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملنا كمية كبيرة جدا جدا من قشر اليوسف اللي احنا بنرميه. آه يعني انت وشيه تحطي شوية قدك. بصوا الصابون عامل ازاي، مش صابون يا جماعة، ده عصير مانجا الصراحة عصير برتقال، حاجة في منتهى الجمال اللهم بارك. صراحة كان جميل. صابون عايزه اقول لكم يعني يعتبر ده صابون مركز، يعني ريحه اليوسف فيجي كانت جامده جدا، لاني بصراحه كان قشر كتير عندي فعملت بيه كله. طبعا لو انت حابه تعملي اقل من كده هتضاعفي الكميه. طبعا البطاص اللي احنا حطيناه كنت جايبه ب5 جنيه بطاص، يعني بالظبط حوالي 5 معالق من البطاص. يعني ما كنتش حاطه من المقاوي عشان ما كل ما هتكتري فيها مش هيبقى صابون هيقلب معاكي حاجه تانية. انا بعمله بطريقه غير دي يا جماعه، بس الطريقه دي حبيت اعملها معاكم وحبيت اجربها، وبامانه الله انا ما بكدبش عليكم، انا اول مره اعملها، ما عملتهاش قبل كده، وقلت اعملها واجربها معاكم. لو طلعت حلوه هقول لكم حلوه، لو طلعت وحشه هقول لكم وحشه، واقول لكم على عيوبها واقول لكم على الميز اللي فيها. بصوا الرغاوي عامله ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله، والله العظيم بامانه الله ريحته جميله جدا وبيرغي جدا وبينضف جدا كمان. وعايزه اقول لكم شفتوا انتوا انا خدت منه شويه قد ايه، ما كترتش، خدت شويه صغيرين جدا. انا بعمله بطريقه غير دي، بعمله بالصابون الصالب. لو حابين ان انا اعمله معاكم بطريقه غير دي اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي، وان شاء الله نكملين مع بعض. اي حد عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات. طبعا شفت الغطا بتاعنا كان يعني كان مدعوك يعني ما كانش وسخ قوي بصراحه، بس بامانه يعني انا جبته ده غطا المونيا. عايزه اقول لكم بقى بسم الله ما شاء الله في الاستانلس، والله العظيم انا عملت بيه البوتاجاز وعملت بيه عندي تغسلي بقى الحمامات بيه كل حاجه تتخيليها. بسم الله ما شاء الله بيرغي جدا جدا زي ما انتم شايفين وبينضف جدا جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. اللي عايز اعمله بطريقه تانية غير دي يكتب لي في التعليقات وان شاء الله نكمل. بصوا ما شاء الله خلى الغطا عامل زي الاستانلس، ده غطا ألمونيا يا جماعه. حبيت بس اوريكم الفكره، والله بامانه في منتهى الجمال. فكر يعني اعمليها ان شاء الله هتعجبك جدا جدا التجربه. جربي في حاجه بسيطه ما تكتريش، ممكن تعملي شويه صغيرين. هتجيبي ب5 جنيه زي ما قلنا بطاس، ب2 جنيه ملح ليمون، ب2 جنيه كربوناتو، وان شاء الله تعملي احسن حاجه. وتجيبي كيلو صابون واحد من بره
وتعملي كل حاجة في بيتك توفري، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكم. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، واللي وصل معايا لحد هنا متنسوناش باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبحبكم في الله جدا جدا يا أحلى اخوات في الدنيا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون الصابون عجبكم. كان ما شاء الله عصير مانجا، عايزة اقول لكم عيالي كانوا بيحسبوه عصير. احبكم في الله جدا جدا، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع